الابن الأكبر المعروف بالديكتاتور يعتبر هذا الكائن المنزل مستعمرة خاضعة لنفوذه المطلق، فهو متسلط وعديم الشفقة، لا يجرؤ أحد على طلب أي شيء منه، كيف لا؟ والأهل يعتبرونه آخر سلالة الملوك التي حكمت بلاد ما بين النهرين. وفي مقابلة خاصة مع أحد هؤلاء الأبناء قال لنا: I think أمنحوتب، أعتقد أمنحوتب السادس عشر كلفني بإكمال مهمة الفراعنة في هذا المنزل، لذلك أعمل على قمع واضطهاد الخدم، أقصد إخوتي. اعذرني الآن، حان وقت جباية الضرائب منهم. الابن الأوسط المعروف بالممسحة، آكل الضرب من لغاليغه، مدعوس عليه من قبل كل أفراد عائلته، يخلع كرامته بجانب حذائه قبل الدخول إلى المنزل، بحيث يتبهدل على الطالع والنازل. لا يملك هذا الكائن المستضعف حياة خاصة به، بل هو مجرد خادم عند البقية. وفي مقابلة مع أحد هؤلاء الأبناء قال لنا: I think I'm adopted، أعتقد أني متبنى. حاولت مرارا مكالمة المستشفى الذي ولدت فيه في نيودلهي، لكن أحدا لم يرد. لقد طحنوا مشاعري وسحقوا بنكرياسي. يا إلهي، إنني أعاني بشدة. الابن الأصغر المعروف بالمخابرات، بحيث تأثر في نشأته بالمحقق كونان إيدوجاوا، فإذا مسك عليك أمرا ما وهددك بفضحك تتحول تلقائيا إلى خادم بين يديه. كما ويستغل هذا الوحش الصغير حب وعشق والديه له كي يجعل حياة بقية إخوته جحيما مطلق. وفي مقابلة مع أحد هؤلاء الأبناء قال لنا: In the previous videos، في الفيديوهات السابقة تعرفتم على إخوتي، ولكن الآن معكم الحاكم الحقيقي لهذا المكان، فأنا أملك أسرارهم في ملفات تدينهم بإحكام، كفيلة بأن ترميهم خارج أسوار هذا المنزل. الأخت المتزوجة الكبرى تجلب قبيلتها كل يوم إلى منزل أهلها ليحولوه إلى غابة إفريقية غير صالحة للسكن، بحيث يعتقد أطفالها أن من واجبهم تكسير أي شيء تطاله أيديهم. كما وإذا قلت لابنها: يا خالو، أرجوك لا تضع القلم في أنفي، ترد عليك أمه بجملتها الشهيرة: هيا نرحل، أنتم لا تحبون أطفالي أصلا. وفي مقابلة خاصة مع الخال قال لنا: I wonder if my brother-in-law، أتساءل إن كان صهري من سلالة الهنود الحمر، لأن أطفاله لا يتوقفون عن الاحتفال والصراخ، فلو سقط الصاروخ الصيني في غرفة نومي لكان الوضع أكثر هدوءا. يا إلهي، إنني أعاني بشدة. الشبشب الطائر، أو ما يعرف أيضا بالشحاطة الطائرة، السلاح الفتاك الذي تستخدمه الأم العربية للقضاء على أولادها المزعجين مع استخدام الجملة الشهيرة: يلعن أبوك. تختلف أنواع هذا السلاح، منه من يكون مزودا بجهاز تتبع يستطيع تحديد وجهته إلى رأس الضحية. كان خبير الشباشب الطائرة قد أخبرنا عن التحديثات الجديدة. نعمل على تطوير هذا السلاح لجعله يطير لمسافات أكثر، فكما رأينا في الفيديو تم تطويره ليصل إلى أكثر من 100 متر. فتاة الجليات. في كل عائلة هناك فتاة يا حرام، فهي تجلي كل جليات البيت، يستوطون حيطها، لا أعلم ما السبب، حتى أنهم يأكلون لقمة واحدة في الصحن لمجرد أنهم يريدون زيادة عدد الجليات. معروفة بجملتها: كل يوم اجلي علي. إذا واجهت هذه الفتاة فاجلي معها رأفة بحالها. لماذا هربت من البيت؟ كانوا يجبرونني على جلي كل الجليات، حتى أن أخوي حمودة كان يعبي الصحون بريالته، لهذا هربت.